سلام، تعالوا نعمل مع بعض صينية البطاطس بالفراخ والكوسة القمر دي، وكمان رز بسمتي بالبزلة والخضار. يلا بينا على الخطوات. اول حاجة هنجهز الخضار، بطاطس وكمان بصل، وننزلهم في البايركس، وهنحط فلفل حامي وكوسة وكمان صلصة وطماطم. وهنا انا قشرت الكوسة. تمام. يلا بينا نعمل الصلصة اللي هنتبل بيها الصينية كلها. بصلاية صغيرة، توم وفلفل حامي وطماطمتين صغيرين، وتقريبا 3 معالق صلصة كبار، ونضربهم كويس في الخلاط ونبهرهم. شوية كزبرة ناشفة وشوية هيل، شوية شطة كمان، وشوية فلفل اسود وملح وسكر وعصير ليمونة وشوية خل ابيض. تمام. وبعد كده هنقلب كل الكلام ده مع بعضه، وكده الصلصة بتاعت التتبيل جاهزة. هنقلب كويس مع بعض كده، هنخلط كل المكونات مع بعضها. وهنا الفراخ يا جماعة انا منضفاها ومقطعاها وشايلة منها الجلد، هضيفها فوق الخضار. وهنا هضيف بقية الصلصة للفراخ، هنا كنت فتحتها بالسكينة وحطيت عليها الخضار، وكمان حطيت عليها كوباية مية باردة ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180. وبعد كده هنا كانت استوت بعد تقريبا ساعة. وبعد كده هدخلها على الشواية تاخد وش زي ما انتوا شايفين كده. الريحة قلبة الدنيا يا جماعة، والله العظيم ريحتها حلوة قوي قوي قوي. ويلا بينا نعمل الرز. هنحتاج كوباية رز. الرز البسمتي يا جماعة انا بعمله معاملة خاصة. بغسل كوباية رز كده، بحط عليها الاول شوية ملح كويس جدا، يعني مثلا 3-4 معالق كبار ملح. وبعد كده بغسله كويس بالملح، وبعد كده بجيبه وبحط عليه ملح تاني، وبعد كده بحط عليه مية سخنة، وبسيبه تقريبا في المية السخنة دي تقريبا نص ساعة او ساعة الا ربع لغاية ما ينفش بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بغسله كويس من الملح وبصفيه. ويلا بينا على النار شوية زيت، وبعد كده معلقة سمنة، وبعد كده بغسل تقريبا بما يعادل نص كوباية بزلة. تمام. وبعد كده شوية فلفل اسود وشوية ملح، وبعد كده بحط ورق غار، وكمان بحط هيل. نقلبهم كويس جدا، يعني انا مش عايزاها تاخد لون، عايزاها بس تاخد تشويحة كده في السمنة والزيت. ونكون مجهزين مية سخنة بنفس مقدار الرز. تمام، لان هو منقوع. اوكي. وبعد كده ننزل الرز زي ما انتوا شايفين كده، ونقلب كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده اول ما الرز يتشرب بنغطي عليه وبنوطي النار. هنا كان استوى الحمد لله، ما خدش وقت. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، الرز يعني تحفه. وهنا انا بحب احط على الرز شويه بصل مكرمل، بحط شويه زيت زيتون، وبعد كده ملح وفلفل اسود وشطه وشويه هيل مطحون، وبقلب الكلام ده كله مع بعضه، وبدخله الاير فراير مش بقليه. انا بضيفه في الاير فراير وبقلبه كده شويه لغايه ما ياخد اللون. هنا كان لسه مستويش، اديته التقليبه لغايه ما اخد اللون ده. تمام. بجد يا جماعه طعم البصل ده احلى حاجه في الطبخه كلها. ويلا بينا على التقديم. كانت طلعت الصينيه بتاعتنا القمر دي. يلا بينا على التقديم. بجد يا جماعه من احلى ومن اسهل الاكلات صينيه البطاطس بالكوسه والفراخ دي. بجد طعمها حلو قوي قوي قوي، بتنفع كمان في العزومات. جربوها وقولوا لي رأيكم. ما تنسوش الفولو واللايك والسبسكرايب، واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.